أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في بنات كتير ما اختارتش بس اضطرت توافق. وافقوا عشان الأهل ضغطوا، عشان المجتمع بيقول ده فرصة وما تتعوضش، عشان خايفين من اللقب العانس أكتر من خوفهم من تعاسة عمر كامل. بس السؤال الحقيقي هو الجواز بالإجبار ينفع يتبني عليه بيت، ولا يكون مجرد حبس مؤبد لروح مش قادرة تتنفس؟ مثال للكلام ده نهى، بنت عندها 26 سنة، كانت بتحلم تكمل دراستها، تشتغل، تسافر وتعيش. بس فجأة جالها العريس المناسب الكويس جدا من وجهة نظر أهلها. رفضت في الأول وقالت مش مرتاحة، قالوا لها الارتياح بيجي بعدين. قالت مش شايفة نفسي معاه، قالوا لها الناس كلها بتحس كده في الأول، هتندمي لو ضيعتيه. ووافقت بس ما كانتش راضية. اتجوزت وعدت شهور وهي مش حاسة بالأمان ولا حتى بالود. كل يوم كانت بتسأل نفسها هو أنا ليه وافقت؟ ليه عملت في نفسي كده؟ ليه ما خدتش حقي في الاختيار؟ وبعد سنتين انفصلت، مش لأنها عايزة تتمرد، بس لأنها كانت بتحاول ترجع لنفسها اللي اتنست وسط كل الأصوات اللي قالوا لها اسكتي وكملي. الجواز بالإجبار مش بس بيكسر القلب، بيكسر الإحساس بالقيمة وبالحق في الاختيار وبالثقة في النفس. لما البنت تجبر على حاجة زي الجواز تبدأ تشك في قدرتها على الحكم، على فهم نفسها، على امتلاك مستقبلها. الإجبار هنا مش دايما بيجي بالصوت العالي أو بضغوط عنيفة، أحيانا بيجي في شكل تهديد خفي، كلام زي كلهم بيتجوزوا كده، اللي بتحب بتفشل، اللي بترفض بتتحسب عليها، أهو أحسن من الوحدة. لكن الوحدة الحقيقية مش لما تبقي لوحدك، دي لما تكوني في علاقة وانتي مش شايفة نفسك فيها. بنسمع كلام دايما بيتقال للبنات زي الجواز سترة حتى لو مش بتحبيه، أو الحب مش مهم، المهم الأخلاق والفلوس، أو هتحبيه بعد الجواز، الحب أكيد بيجي بعد الجواز. وعلى فكرة كل الكلام ده مش حقيقي. لكل بنت بتتعرض لضغط في قرار مهم زي الجواز، اعرفي ان الرفض مش غلط، وانك تستني الصح ده مش ضعف، وان الجواز الحقيقي هو اللي بتدخليه وانت شايفة نفسك فيه، مش بترضي اللي حواليكي. اختاري، ولو العالم كله قالك لا برضه اختاري. سؤال حلقتنا النهاردة، هل اتعرضتي لضغط من أهلك أو من المجتمع في قرار مصيري زي الجواز؟ وإزاي ده أثر على حياتك؟ شاركونا في التعليقات أو في الرسائل، عشان لما بنحكي بنفك القيود اللي كانت مسكتانا. كنت معاكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بنحكي فيه الحاجات اللي سابت جوانا علامة. سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.